تمام كده. ده الكوارتز، كوارتز عرق جولد، هو اورانج مش جولد بس هو مايل للجولد اكتر. ده مواصفات اسباني مصنع في الصين، انا بقول في فيديوهاتي كلها كده. ده السكينه ما بتخربشوش ومش بيبقع غير الارتفيشال. ده العرق بتاعه في الوش وهنا فوق اهو. تعالى يا دكتور قرب كده هنا. لازم يكون العرق في الوش وهنا. لو هنا ابيض ساده يبقى ده مش كوارتز، يبقى ده ارتفيشال اللي هو بيتخربش بسهوله وبيبقع وبيتقطم بسهوله. لكن ده الكوارتز الاصلي لازم عرقه يكون فوق كده اهو. نشوف كده هنا الحوض احنا عاملينه من تحت كده وبارزين 2-3 مللي عن الحوض علشان يبقى اللحام ما يبانش. في اوقات ما بنلسش شويه دول، في ناس بتطلبوا كده ما يكونش بارز، بنعمله لهم برضه ما يكونش بارز. الحوض راكب تحت الرخامه وراكب عليه 4 شرايط واخد سيليكون عظم وحاجه قويه جدا. هناخد راي المدام في الفيديو في الشغل والتشطيب والمواعيد. قولي لنا يا مدام. والله يا شيخ خالد، انا صراحه كنت متابعه حضرتك كتير وراي الناس بقى لي فتره كبيره جدا، فصراحه يعني اعتمدت على ربنا وما شفت شغل حضرتك، لا حاجه ممتازه جدا. وانا كان عندي مشكله تحت الحوض وصراحه انت جيت ذللت المشكله دي، فانا يعني صراحه انا بشكرك وبشكرك على المجهود اللي انت عملته معايا. مواعيدك كانت محترمه جدا، كل حاجه صراحه. انا يمكن يعني اسهل توقيت او اسهل حاجه عملتها في الشقه كانت الرخامه. متشكره جدا لحضرتك وربنا يبارك لك يا رب. ناخد راي الاستاذ محمد. طبعا الشيخ خالد كلام لا غبار عليه، ما شاء الله. الشغل التفنيش والصنعه ممتازه ومتميزه. اكتر حاجه عجبتني ان كان في مشاكل في التصميم بتاع المطبخ، والحمد لله بامكانيات فنيه عاليه قوي تمكنت ان انت تتغلب عليها وتغطيها وتبرز جمال المطبخ بطريقه شغل. فربنا يبارك لك ودايما موفق ان شاء الله. شكرا والف مبروك. الله يبارك فيك.